الوقفه الاحتجاجيه اليوم هي من تنظيم الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعيه المغربيه لحمايه المال العام، تحت شعار نطالب بمحاكمه لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الاموال المنهوبه والتصدي لتبييض الاموال. هي وقفه تشكل مناسبه لاثاره انتباه كل المؤسسات وكل الجهات المعنيه بخطوره الفساد والرشوه ونهب المال العام على الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه. هي مناسبه ايضا لنطالب الوكيل العام للملك لدى محكمه السنيه بمراكش بالخروج من حاله التردد والبطء وتحريك المتابعات القضائيه ضد لصوص المال العام والمفسدين واتخاذ اجراءات قويه وحازمه ضدهم. وايضا نطالب السلطه القضائيه بممارسه دورها في التصدي للفساد واصدار احكام رادعه تتناسب وخطوره جرائم الفساد المالي. كما نطالب ايضا باصدار قانوني يرمي الى تجريم الاطراء غير المشروع ومراجعه قانون تصريح الممتلكات وايضا تخليق الحياه العامه والتوجه نحو المستقبل على اساس قاعده دوله الحق والقانون في اطار ربط المسؤوليه بالمحاسبه. كما ان هذه الوقفه هي مناسبه لإثارة الانتباه إلى واقع الفساد بهذه الجهة، وأن هناك نخب حزبية وسياسية اغتنت بشكل غير مشروع بعدما كانت في وقت قريب لا تملك أي شيء، منهم من كان مجرد موظف عادي واليوم ظهرت عليه معالم الثراء الفاحش وله ممتلكات داخل المغرب وخارج المغرب. أيضا هناك أشخاص يستعملون المراكز الوظيفية ومواقع المسؤولية لقضاء مصالحهم الشخصية، وبالتالي حان الوقت لكي نقول كفى من الفساد، كفى من الرشوة. المغاربة والرأي العام والمجتمع والناس ديال مراكش ينتظرون برامج وسياسات عمومية موجهة للتنمية وفك العزلة عن المناطق التي ضربها الزلزال بإنشاء وإنجاز خدمات عمومية وبنيات تحتية ومرافق وغير ذلك، وأيضا التصدي للوبيات العقار في هذه الجهة والاستيلاء على العقار العمومي تحت ذريعة الاستثمار. إذن لابد من إرادة سياسية حقيقية للتصدي لكل مظاهر الفساد والريع في هذه الجهة.